ايوا ولكن اخويا ما جبتيهاش من الصحراء، راه ما كانتش واحد الكوديه ضربت طلعتي جبتيها، راه واحد السيد وواحد السيده وكلوا وخرقوا وردعوا وقراوا وداو وجابوا شحال من ساعه وشحال من ليله شحال من نهار. واخا تدي البنت راه كتبقى مشعبه العروق. كتجي المراه كتقول لك وانا باغا نفرق، انا مو استاذ كطلع لي الدم. كتجي مو وتجي اختو بقى يا تيم. وملي كانت مو تيزرق لها على حوايجها، وملي كانت مو تطرد واحد لها بزولتها، وملي كانت اختو تتهز وتوكل واحد لها صبعها، ديك الساعه فيكتي. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. العالم حاليا كله تعاني من المخدرات، من تعاطي الكحول، من الإفراط من استعمال الأدوية أنكسيوليتيك، من الكوكايين، من العصبية، من العنف بأنواعه الخمسة، وحتى شي مجتمع ما لقى الحل. حتى شي مجتمع احنا كنشوفوا الكرة الأرضية موجودة قدامنا في التلفازة كنشوفوها، واللي بغى يشوفها الطيارة سهلت عليه، هز الطيارة غدا تكون في البرازيل، هز الطيارة غدا تكون في الصين. كاين شي مجتمع إلا المتقون. ما معنى التقوى؟ حيت راه اللي بغى التقوية خصو الدواء ديالها، المادة ديالها. التقوية راه ماشي من الطعام، راه ماشي من الفيتامينات، راه ماشي من الرياضة، داك الشيء راه غير مظهر للتقوية. أما التقوية الحقيقية من التقوى. إلا المتقون هما اللي تيقدروا يأسوا عائلة ويأسوا ميزان كيسلكوا من هاد الهيجان. فالزواج والعلاقة ما بين الرجل ومرته وما بين المرأة والراجل، شنو اللي غيجعل واحد الفتاة عاشت كارثة بحال هادي، قارية خدامة جميلة متقية، نسبيا متقية نسبيا، ما معنيتهاش أن فيها الفجور، لأن التقوى راه في مستوياتها كلها ما يدركها حد، في ظاهرها فقط، ما في الباطن الله أعلم. لأن التقوى راه كتكون الصعوبة هي في الأفكار. ترى كاين اللي كيحصل على التقوى في الأفعال والأعمال، ولكن في الأفكار شنو غيروج ما بينك وبين نفسك، حسن الظن وسوء الظن في الآخر، راه هي داخلة في التقوى. ما غتحاسبش عليها ولكن غتأثر عليك. الكيس الذكي ما كيبقاش يفكر واش غناخد حسنة ولا سيئة، واش غتأثر ما تأثرش هاد المادة. الزواج شنو هو؟ واش اختيار ديال شخص بالغ اختار يتزوج؟ واش اختيار او لا هو اختبار لشخص بالغ؟ والاختبار كيختبر شنو؟ جوج الحوايج. كيختبر فيك واش تقدر تكون مع واحد وتكوني مع واحد وتحافظ على ميزانك بوحدك، ما تتكاش عليه، ما يتكاش عليها، يتونس بيها وتونس بيه، يتوسدوا بجوج الوسادة، ماشي يتوسدها هي ولا توسدو هو، ولكن كل واحد فيهم مستقل بنفسه، تساعد الآخر من باب الأداب، ولكن ما يكونش هو داخل في التركيبة كأنه عضو زائد ديالك، بحال اللي عندك جوج معدات، بحال اللي عندك ربعة العينين. تيكون الآخر العشير والعشيرة ما هوش عضو، ما هوش مجموعة أعضاء ليك. فإذا قدر يدرك الإنسان الاستقلالية
داخل الزواج، داخل مؤسسة الزواج، انه يكون مستقل والاخر مستقل. صيغة المتعة تصنعها لك انت بوحدك، ما عطالاش على الراجل باش ديرها، هو ما عطالاش عليها باش يعيشها. وإلا صاغتها هي وصاغها هو وجابوا جوج، ماشي بحال شي واحد يقول لك ها مدبر ورا لي خويا شي فلوس راه ما مدبر، ولا غدا مدبر خويا مدبر واحد النهار كتقول ما عنديش. اما كل نهار حاطين واحد السليله وانا جبت هاد البركه وانت انا جبت هاد البركه، واش نديرو بهادي؟ شرو بهادي سير، واش نديرو بهادي؟ شرو بها خضره، واش نديرو بهادي؟ نخليوها نتسالو بها الويكاند. لا غدا عاوتاني انا جبت هادي انا جبت هادي. واحد النهار كتجي استثناء انا ما جبتش، ما كتجيش صعيبه تهز الواحد اللي مره ما جابش. اما دائما ما جايبش واحد كيجيب. وباش كيعتمدوا هي الفرصاده، الالوان، التجبيده، وهو الدفيع والتصنفيح بالكريديات والقروده. حتى واحد النهار هذاك كيتسمى عند لي فرونسي البالون دو بودروش، واحد النفخ كتنفخ بوب 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 كدير بق كتفش. شتي الفكر الاسلامي. واحد النوبه كنت في واحد اللقاء في بلجيكا، وشي ناس في هذاك اللقاء مسوا الحضاره الاسلاميه بسوء، وكانوا شي مسلمين حاضرين معنا في اللقاء وغضبوا وخرجوا، وانا ما خرجتش. بقاو تيعيطوا عليا خرج، رحنا خصنا نقاطعوا هاد قلت لهم لا خرج. انا بغيت نتبع هاد السيد وهاد السيده حتى الاخر كلامهم، وبقاو كيشوفوني جالس في القاعه وهما كيسيئوا وانا بارك حتى كملوا اللقاء. وخديت الكلمه وبقيت كنبين كل نقطه ساءوا ما فاهمين حتى حاجه فيها، ساءوا ما فاهمين حتى حاجه فيها، ساءوا ما فاهمينش. ماشي قلت ليه سبيتو، لا غير هالمعلومه الحقيقيه. هاي القاعه الناس اللي حاضرين ولاو جيتي وناضوا لهم قال لهم والله احنا ما نتفرقوا معكم تتهضروا لهاد الناس. درت عند حبايبي المسلمين قلت لهم واش تيك وقاطعنا كاملين كاع ما كنا غادي نجلسوا نوضحوا الامور. راه كاين ناس كيغلطوا بجهل، والاسلام مبني على العلم. شنو القوه المؤسساتيه في الفكر الاسلامي؟ انه مبني على لا مؤسسه. مؤسسه الاوقاف هذيك راه كتدبر الشؤون الدينيه، عندها بتسحبوا ما كتدبرش التفكر ولا الفكر ابدا. الفكر الاسلامي ليس حكرا على احد، والقران ليس حكر على احد ما دمت لا تفتي، ان الفتوى من مجال العلماء. هنا فين بقنا المؤسسه. اما الفكر كون من اهل الاستقامه وكون من اهل الايمان واحترم الحرمات المسلمين ودخل فكر مع راسك. فهنا هادو ناس ظنوا انه بتدبر انفسهم، هي البنت بوحدها من ذاتها راسها كتبغي تصنع ساعتها، وهي راه مؤسسه وراها باها امها خوالها وعمامها وخوتها. شتي كتدخل المؤسسه على الخط كلهم كيشاركوا يعني في الله يرضي عليك. وشفنا بنتنا قضيه مزعزعه ما غاداش مزيان، ما نخليوهاش تتاذى، ندخلوا في الاول. شكون اللي كياكل العصا؟ هذاك اللي تيقول لك ما شغلكش. Ça te regarde pas dans ma vie de couple, français de préférence que français. Ça te regarde pas ce qu'il y a entre moi et ma femme. ايوا كان خويا ما جبتيهاش من الصحراء، راه ما كانتش واحد الكوده ضربت طلعتي جبتيها. راه واحد السيد وواحد السيده وكلوا وخرقوا وردعوا وقراوا وداو جابوا شحال من ساعه وشحال من شحال من نهار. راه حنا عرب امازيغ مسلمين عندنا ثقافتنا، واخا تدي البنت راه كتبقى بشعب على العروق، راه ما عندناش حنايا كتجي تقطع. شتي الا ما عرفش الواحد شكون هما هذا المجتمع وشكون هذا الشعب وشكون هذه الامه، راه حنا بلاصه مابقاش عارفين بعضياتنا بعدا نيت. كتجي المراه كتقول لك وانا باغا نفرق، انا مو استاذ كطلع لي الدم. كتجي مو كتجي اختو بقى يا تيم، وملي كانت مو تيزرق لها على حوايجها، وملي كانت مو تطرد واحد لها بزولتها، وملي كانت اختو تتهز وتوكل واحد لا صبعها.
ديك الساعه فيكتي. علاش؟ حنا عندنا طرح فكري مختلف. يا اما تحترمو وتفهمو، يا اما غتعيش انفصام معاه وغتآذى. هذا اخر جهاز المناعه هذا. فهنا هاد الفتيات وهاد الولاد اللي كيمشي لقيت اللي كيبغي يتزوج كيدير واحد الصنعه ديالو بوحدو. شنو هو الاختيار؟ الاختيار هو انك تشوف طبيعتك وعارفها وتعرف طبيعتك الاخر. هي انت عجبتيني وكذا وكذا، ها طبيعتي انا كذا وكذا، وكتعرف طبيعتك للشاب. الشاب تيعرف طبيعته الشابه. كتجي عند باها وامها، با اختاري تعجبني، كتدخل على الخط العائلي. اجي ولدي عافاك، نذكروا شويه، نعرفوا بالعائله، نعرفوا بالثقافه ديالها، نعرفوا بالضعف ديال البنت، نعرفوا بالضعف ديالو، ونفهموا كيفاش كتصرف. شتي يا ولدي، حنا لا تخاصمتوا راه غنصالحوا بيناتكم، ولكن لابد ما تحافظوا على انك تقبل انت ننتقدوك وتقبل بنتنا ننتقدوها. حنا كنجعلوا من الطلاق شي حاجه شبه مستحيله ولكن سهله. كنجعلوا حنا في ثقافتنا الاسلاميه الطلاق شبه مستحيل ولكن مقبول، ولكن موجود. وإلا مشينا حتى استنفدنا جميع الوسائل ديال اصلاح ذات البين ومشى زواج بنتنا ولا ولدنا الطلاق، شنو كنديروا؟ حنا المسلمين ما كيسكنوناش الجنون، حنا كنسكنوه. حنا ماشي موضع فارغ، حنا موضع عامر. يعني شكون اللي كيسكنوا الحشره والوطواط؟ كيسكنوا الموضع اللي ما كيتنظفش، اللي ما كيدخلش ليه الضوء. اما الموضع اللي كيدخل ليه الضوء كيتنظف كيسكنهم عليه. فالمسلم ماشي بيت فارغ، المسلم بيت عامر. وشنو معمرو؟ معمرو السؤال. فكتطرح على بنتك، بنتي ملي وقع اللي وقع وظنيتي عشتي قصة غرام ومحبة وكذا، وشوف شنو نلتي هاد العنف وكذا وكذا وكذا، ودابا داخلة بسرعة في علاقة. من باب الفكر الإسلامي حنا ما مسكونينش، كنخافوش من الماضي، توكل على الله. إلا كنتي عامرة ونشهدوا لك بأنك استنفدتي، وحنا معاك حاضرين شهود بأنك درتي المستحيل وبأن الطرف الآخر. أما حنا ما حضرناش معاك، حنا ماشي شهود، حنا عا كنستقبلوا الخبر. ما جبتيش لنا البينة. وشكون اللي قال لنا بنتي انت ما عندكش طرف في المصيبة؟ ممكن تعاودي نفس فلهذا من باب الفكر الإسلامي حنا عامرين، يمكن لك تزوجي، ما كيسكنناش الماضي، ولكن من باب البينة ومن باب أننا نشوفوا واش كان لك نصيب، تأني يا بنتي لعل وعسى لكان عندك شي طرف غير تصلحيه. مرحبا.